أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلتم بهذه الدنيا ولم تنتبهوا حتى وصلتم إلى المقابر. يظل الإنسان في غفلة في هذه الدنيا، في جمع أموالها وتكثير عدد أولاده وتمتعه بهذه الدنيا حتى زرتم المقابر. حتى زار القبر والعياذ بالله، أي زيارة ميت. زار القبر زيارة ميت. وهذا فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه كما قال أهل العلم، أنه يثبت من هذا أن الإنسان يعني يحاسب في قبره، وإما أن يعذب وإما أن ينعم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون الأولى شيء، وكلا سوف تعلمون الثانية شيء آخر. هذه تتكلم عن شيء وهذه تتكلم عن شيء آخر. قالوا كيف؟ قال كلا سوف تعلمون الأولى أي عند حضور سكرات الموت. الإنسان في هذه اللحظات يعلم أشياء لا يعلمها غيره، يرى ملائكة الموت عندما تأتي سواء كان صالحا أو طالحا. ثم كلا سوف تعلمون، هذا إذا دخل إلى قبره. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين، تقف وانتهت الجملة وجوابها محذوف، وهو لما ألهتكم الدنيا أو لما ألهاكم التكاثر. ثم تبدأ جملة جديدة مستأنفة، لترون الجحيم، بتقدير والله لترون الجحيم. جملة جديدة مستأنفة، وهذا الذي عليه أكثر مفسرين أن استئناف هنا. لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم لترونها عين اليقين. قال ثم لترون